السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا جماعة، وحشتوني جدا. معاكم أحمد، والنهاردة درس جديد. في البداية كلنا بس يلا نصلي على النبي. تاني حاجة، لو لسه ما اشتركتش في القناة انت كده بتزعلني منك، يا ريت يعني عشان المجهود بقى والتعب والحاجات دي كلها، يا ريت تدعمني باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. ولو لسه ما اشتركتش انزل تحت الفيديو لايكك الجميل، لان الدعم ده بيزودني ويخليني ان انا اقدر انزل فيديوهات اكتر. يلا بينا نبتدي الدرس. كان في ناس كتير جدا بتسأل ايه احسن برنامج ان انت تقدر تستخدمه في حيث تصوير الشاشة والستريم لو انت بتلعب العاب جيمنج على الفيس وكده، يعني شامل من كله. انا جربت كذا برنامج يعني، ومن ضمنهم كامتازيا برضو، لكن ما لقيتش احسن غير من الاو بي اس ستوديو. هو يعتبر كامل من كل حاجة، كأنك اخد علبة حلويات بمعنى اصح. فدلوقتي احنا هنشرح النهارده، نبسط لكم الدنيا اكتر وكل حاجه في البرنامج بتعمل ايه. هنا دي القايمه دي بتاعت السورسز، بتاعت المصادر، تمام. فانت هنا بتشوف مثلا هنا اد، تمام. انا هنا ضايف كذا حاجه فهمسح. وده هنا المايك الخارجي الاول، الانبوت ده مايك خارجي، تمام، غير بتاع السماعه يعني. ويستحسن لما تيجي تسجل ريكوردات تجيب لك مايك يعني خارجي. وفي مايكات طبعا زي ما قلت لكم بتختلف من الاسعار. في مثلا انا معايا مايك ب50 جنيه كده بيقضي الغرض، بس كويس يعني. فهنا لو شفنا على القائمة هنا بتتكون من ايه. هنا ده المايك ده. هنا لو انت عايز تضيف سماعة صوتية خارجية مثلا غير سماعة الكمبيوتر. هنا براوزر لو عايز تضيف متصفح. هنا انت لو عايز تغير اللون بتاع السورس بتاع المصدر ذات نفسه. هنا خلينا في المهم ديسبلاي كابتشر. فانت لو دوست ديسبلاي كابتشر، تمام، ده بيصور لك الشاشة زي ما احنا شايفين كده. ده كده الشاشة بتبان لك بقى. عشان تبتدي تصور هنا بتدوس ستارت ريكوردينج. انا عشان بصور حاليا، تمام. الستارت ستريمينج دي لو انت بتلعب لايف، هي برضو لها اعدادات معينة. هنا الجيم كابتشر. جيم كابتشر دي زي ما قلت لكم، انت هنا بتدوس مثلا اوكي، بس عشان انا مش فاتح اي لعبة، تمام. فلما بتبقى مثلا انت فاتح لعبة مثلا عندك وحاططها هنا، فهي بتلقطها تلقائي اوتوماتيكلي يعني. ده لو انت بتعمل لايف على الفيس، او انت عايز تصور جيم وانت بتلعب مثلا بابجي الحاجات دي، تمام. فدي برضو هدلتها لان انا مش فاتح جيم حاليا. هنا الايمج دي يا معلم، زي ما بقول لك كده، انت مثلا هنا بظبط مثلا الحواف، انت مثلا منزلها هنا كده زي ما انت شايف. عايز تحط صورة بقى، او ممكن تدلت ده خالص يعني. لو مش عايزه ممكن تدلته زي ما قلت لك. انت ممكن تدلتها، تمام، لو مش عايزها. هنا لو عايز تضيف صورة بتحط صورة، تمام. هنا بتختار بقى، بتعمل براوز، بتختار اي صورة انت عايزها من عندك على الجهاز. انت بقى ايه، ممكن تدلت دي وتحط مثلا الصورة مثلا لو عايزة تبقى هنا، تمام. عايز مثلا الصورة بقى تبقى هنا جنب الشاشة. انت مثلا عايز يبقى ليك لوجو معين وبتصور، فعايز تحط اللوجو كله. فانا مثلا اعمل في ترانسفورم، لو عملت ستريتش تو سكرين دي بتظبط لك الحواف والجوانب على قد الكواليتي بتاعت الشاشة عشان ما يبكسلش. عايز مثلا تحط اللوجو ليك هنا مثلا في الشاشة، فاعمل ايمج، تمام. هنا الايمج سلايد شو. لو انت مثلا حاجه شبه الباوربوينت كده، شبه برزنتيشن، بتقعد تألف في الصور او حاجات ورا بعض، صور ورا بعض. دي ميديا سورس، دي مش مهم قوي. خلينا في السين. السين ده المشاهد مثلا انت بتعمل لايف، تمام، ومثلا عن جيمنج تلعب بابجي مثلا، ده على سبيل المثال. فانت عايز كل حاجه يعني ايه، ليك لقطات معينه حلوه في اللعبه او كده، فانت عايز تحط اللقطات دي في الاول قبل ما تخش الاستريم، يعني كانها بدايه شبه انترو. فانت بتحط السين دي وبتقوم ضايف كذا حاجه، بتقوم ضايفهم ورا بعض لحد ما تخش اللايف، تمام. هنا التكست دي برضو انت لو عايز تكتب هنا، دي مش مهم قوي. دي الويندو كابتشر. ويندو كابتشر دي دلوقتي كانك عايز تصور جزء معين من الشاشه، تمام. دلوقتي انا هشرحها لكم برضو عشان الموضوع يبقى سهل كله عليكم. انا اوضح لكم اكتر فكره الويندوز كابتشر. دلوقتي احنا لو جينا هنا ودوسنا على الويندو كابتشر، تمام، هتدوس اوكي.
هنا طلع لي طبعا هنا بيجي لك البرامج اللي انت فاتحها. فاخر حاجه فولدر انا فاتحه اللي هو بتاع الفيديوز ده، فانا مش عايز اصور الا الفيديوز. تمام. كابتشر كورسور دي تبع هو دلوقتي مش ظاهر يعني حاجه لان انا بصور الفولدر بس، فهدوس اوكي. هي كده ظهرت لنا. لو جيت خفيت ده كده زي ما انتوا شايفين ده الجزء اللي هو بيصوره، دي الخلفيه الاصليه. لو جيت خفيت دي هيظهر لنا الحته اللي انا صورتها بس، مش هيظهر غيرها الفولدر. فشايفين الفولدر اهو. فبعمل ترانسفورم كده ستريتش تو سكرين، ده كده جابها كلها. مش ما اعتقدش انه هيظهر الترانسفورم يعني. الاستريتش بتاع السكرين ده عشان ياخد الكواليتي بتاع الشاشة ويعني ما يكونش مبكسل او حاجة. فدلوقتي لو خفيت الويندوز كابتشر فتحت الديسبلاي كابتشر كده رجعنا للحاجة بتاعتنا الأصلية. فالترانسفورم الاستريتش تو سكرين اهي، دي بتعملها عشان لو مثلا مبقاش في حافة زي كده، عشان في دي الويندو كابتشر اسف همسحها في الاول. خلينا في الديسبلاي كابتشر. لو انت مثلا بتيجي مثلا ادي مساحتها بتبقى كده، في شاشات بتعمل معاها البلوك ده، فانت تقوم عامل ايه ترانسفورم وستريتش تو سكرين عشان يظبط معاك الحواف وكده. بالنسبة بقى زي ما قلت لكم الصورة، انت مثلا بتجيب الفيديو كده او بتسيبه ثانية وتقوم حاطط بقى بتضيف صورة بقى هنا مثلا تحطها في الحتة دي. عايز تعمل سلايد بقى بتعمل قبل الفيديو مثلا والتصوير، كأن لو انت بتلعب ستريم بتجيب كذا حاجة. عايز تحط بقى السين دي، عايز تحط بقى حاجات بقى مثلا فيديوهات او لقطات بقى فيديوهات ورا بعض متجمعة بتضيفها من هنا. تمام. ده ببساطة يعني شرح البرنامج ومفيهوش حاجة صعبة، ويمكن أكتر برنامج يقدر يفيدك في حوار الاستريم. تاني حاجة الكواليتي بتاعته نضيفة جدا. يعني انت مثلا المايك اللي عندي لو انا عايز اظبط مثلا عدات الصوت هنا دي، كل ما بتزودها كل ما الكواليتي بتاع الصوت بيبقى اضخم، يعني الصوت بيجعر على حسب المايكات اللي عندك يعني زي ما قلت. وهنا الفلترز دي عشان لو انت مثلا بتضيف فلتر عايز تضيع الصوت اللي هو صوت الذبذبة اللي بيبقى في الصوت ده، ف50 احسن حاجة. ودي هنا لو انت بتلعب ستريم زي ما قلت لك، ودي هنا زي ما قلت لك لو انت بتلعب ستريم. تمام. انت بتعمل برضو نفس الحوار الجيم كابتشر. هنا لو دوست عليها برضو بتدوس اوكي شبه الويندو كابتشر، هيظهر لك اللعبة اللي فاتحة عندك وتبتدي زي ما قلت لك. ولو زي ما قلت لك عايز تعمل سلايد شو، عايز تحط صورة، عايز تعمل مشاهد، دي لو انت بتلعب جيم. فاتمنى يكون النهارده الدرس عجبكم، وان شاء الله انتظروني في شروحات احسن واللي جاي كويس احسن يعني ان شاء الله. فما تريت ما تنسونيش من الدعم واللايك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم.